في آخر تطورات قضية الشرطي المغدور هشام برزة، الذي تفجرت فصول الجريمة بعدما عثر عليه راعي أغنام الأسبوع المنصرم على جثة محترقة داخل بلوعة. وكشفت مصادر مطلعة أن فرق خاصة مكونة من عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء وعناصر من الدرك الملكي مدعومة بعناصر من المخابرات الداخلية أوقفت صباح اليوم الجمعة 10 أشخاص بمنطقة حدل سوالم ولنواصر نواحي الدار البيضاء، كما تمكنت من حجز كمية من المخدرات ذلك للاشتباه ورطهم في قضية الشرطي المغدور. وجاء توقيف المتهمين بناء على الأبحاث العلمية والتنقية والميدانية التي تباشرها عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملف الشرطي المغدور. ويسارع الجهاز الأمني الوطني بكل تلاوينه الزمن من أجل فك لغز هذه الجريمة النكراء واعتقال الجناة المحتملين الذين تشير المؤشرات إلى قرب الانتهاء من التحقيقات والوصول إلى منفذي هذه الجريمة البشعة.